أيها الناس، إن الصلاة لها أركان لا تصح الصلاة إلا بها، ألا وإن من أركانها القيام مع القدرة، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين عند أن اشتكى له البواسير التي لا يستطيع بسببها القيام في الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأجمع علماء المسلمين أن القيام ركن من أركان الصلاة للقادر، فلا يجوز للمسلم القادر على القيام أن يقعد أبدا. وضابط المشقة التي يجوز بسببها القيام هي المشقة الشديدة أو المشقة التي إن قام المصلي في الصلاة زاد مرضه وعظم ضرره، فعندئذ يجوز له القيام. أما أن يأتي الإنسان إلى المسجد على قدميه ويعمل طيلة نهاره على قدميه قائما، ويقف يتكلم مع الناس أيضا قائما، ويعمل في تجارته قائما، فإذا جاء وقت الصلاة قعد، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر له، ليس بعذر يبيح له ترك هذا الركن من أركان الصلاة. ولذلك قال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: إذا لم يستطع المسلم القيام لدنياه فليصلي قاعدا، إذا لم يستطع القيام لدنياه فليصلي قاعدا. وهكذا بنحو هذا الكلام قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. إذن الواجب على المسلم أن يصلي قائما، إلا إذا عجز عجزا ظاهرا لا يستطيع بواسطته القيام فيجوز له أن يقعد، إما أن يقعد على الأرض وإما أن يقعد على الكرسي كما سمع إذا عجز عن القيام. قد يقول بعض الناس: أنا لست بعاجز عن القيام، ممكن أن أقوم الدقيقتين والثلاث في الصلاة، لكني أعجز عن السجود، لا أستطيع النزول إلى السجود وأستطيع القيام. فنقول له: لا يجوز لك ترك القيام لهذا العذر، بل الواجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما، ثم تقف حتى يركع الإمام فتركع معه، ثم تقول: سمع الله لمن حمده، فتجلس أو فتقف بقولك سمع الله لمن حمده أيضا قائما، فإذا جاء وقت السجود جلست على الكرسي لا حرج عليك. وإذا جاء وقت الركعة الثانية فإن استطعت أن تقوم إليها وجب عليك أن تقوم. المهم إن استطعت القيام فلا تتركه، وكونك عاجز عن السجود لا يبيح لك ترك القيام أبدا، للقاعدة الشرعية المعروفة أن الميسور لا يسقط بالمعصور. أيها الناس، وكيف يصلي هذا العاجز؟ إن عجز المسلم فصلى قاعدا فإنه يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، يسجد ويركع إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإذا عجز عن الإيماء كأن يكون ألمه في رقبته ويكون ألمه أيضا في ظهره، لا يستطيع الإيماء أبدا، فإنه يصلي بحركة عينيه، يشير بعينيه غمضها وفتحها ركوعا وسجودا. فإن كانت عيناه لا توجدان مثلا، أو كان مغمض العينين لكن لا يزال قلبه يتحرك، فإنه يجب عليه أن يجري الأركان على قلبه، يجري الركوع والسجود وقراءة الفاتحة والقيام، يجري الأركان على قلبه. وعلى هذا لا يجوز للمسلم ترك الصلاة أبدا ما دام عقله معه. فكثير من المرضى إذا أجريت له عملية أو دخل العناية المركزة يترك الصلاة، وهذا أيها المؤمنون لا يجوز، هذا حرام. فنحن اليوم أصحاء ولربما غدا نمرض، والواجب علينا أن نعرف دين الله وأن نعرف شرع الله وأن نعرف كيف نعمل. ومن ترك صلاة لمرضه وهو الآن صحيح فالواجب عليه أن يقضيها، لأنها لا زالت في ذمته وسيسأل عنها بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أما إذا فقد الإنسان عقله كأن دخل في حالة إغماء فإن الصلاة قد سقطت عليه بسبب الإغماء، ثم إن عاد له عقله فإن تلك الصلوات التي فاتته بسبب ذهاب العقل يستحب له قضاؤها ولا يجب. بعض الناس يحصل له حادث ويدخل في حالة إغماء يبقى 20 يوما أو 15 يوما أو أقل أو أكثر، فإنه إن بقي وقتا وزمنا طويلا في الإغماء لا تجب عليه الصلاة
الصلاة، وإن أفاق بعد ذلك يستحب أن يصلي ولا يجب. لكن إن كانت حالة الإغماء استغرقت فرضا أو فرضين أو ثلاثة، يعني زمنا قليلا، فإنه كثير من العلماء يقول يجب أن يقضي هذه الصلوات. وهكذا أيها الناس، بعض الناس قد يموت وهو لا يصلي في حالة مرضه، فيسأل بعض الورثة: هل يجب علينا أن نقضي الصلاة عنه؟ أقول لا، نعم أنتم مقصرون تقصيرا شديدا، لأنكم لم تحثوا المريض على الصلاة بحالته التي يستطيعها، قائما، قاعدا، على جنب، بعينه، بقلبه، ما علمتم قريبكم بذلك، فأنتم ملامون لأجل هذا. أما وقد مات فهو بين يدي ربه سبحانه وتعالى، والصلاة من العبادات البدنية التي لا تقضى عن الأموات، إنما يقضى عن الأموات الصيام، أما الصلاة فلا تقضى عن الأموات. هذه إشارات سريعة وأرى أنها في غاية الأهمية، أحببت التنبيه عليها